الحاكم، لا تنظر إلى وزير الخارجية، لا تنظر إلى الحكومة، لا تنظر إلى البنية السياسية الحاكمة، تنظر إلى المغرب ككيان له أبعاد تاريخية وحضارية. إنها تتحالف ضد، تتآمر على، تكره مغرب يوسف التاشفين، ومغرب المرابطين والموحدين العظام، مغرب المجاهدين الكرام، مغرب طارق بن زياد وموسى بن نصير الذي عبر منه وبه وبفضل أبنائه لفتح الأندلس، مغرب الزعلاقة، ومغرب المعارك الكبرى التي كسرت فيها التحالفات الأوروبية الصليبية على صخرة شمال الأندلس في أيام تاريخ هو بعيد بالنسبة إلينا ولكنه قريب ماتن. خذوا إسبانيا مثلا وتواطؤاتها السرية والعلنية، وموقفها المستفز ظاهر أحيانا إذا حكم أطنار، والخفي إذا حكم زبطيرو. فإسبانيا لا تنسى أبدا صراعها التاريخي مع المغرب، لا تنسى أن الذين فتحوا المغرب انطلقوا من تراب المغرب، وطارق بن زياد مغربي، وإن كان موسى بن نصير ليس كذلك، فإن 90% من الجيش الذي فتح في معركة برباط الشهيرة التي قضي فيها على جيش القوط سنة 92 هجرية، هذه المعركة وقودها 90% من جيشها وربما 95% من جيشها كانوا من المغاربة. لا ينسون أن المغاربة بعد ذلك مثلوا جزءا من ديموغرافيا الأندلس لمدة 8 قرون، حيث كانت 4 أجناس تتناوب وتتنافس على حكم وتنمية البلاد: العرب، الصقالبة، والبربر، والإسبان. لا ينسون أنه انهار الكيان الأندلسي العربي في أقل من 4 قرون، والذي مدد عمره 4 قرون أخرى هم المغاربة مرة أخرى. لا ينسون أن هذا المضيق الذي يشهد اليوم الجثث الطافية من قوارب الموت الراحلة في ذلك الاتجاه كان يعرف ظل السفن المغربية العالية الممجدة الرافعة لألوية الجهاد في سبيل الله، مكتوبا عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله جيش منصور بالله. وأن هذه السفن كانت تلقي بفلذات أكباد المسلمين وتنطر أحشاؤها المجاهدين بالسيوف اللامعة والخوذات الناصعة، يوغلون في العدو إلى أقصى مدن الشمال، ويصدون الحلف الفرنسي الإنجليزي الألماني الإيطالي الإسباني ضد المسلمين من أجل مشروع استعادة إسبانيا من جديد. يا لتارات القوط والإسبان، ويا تارات الكنيسة الكاثوليكية. لا ينسون أبدا معركة الزلاقة، وقد قادها شيخ عجوز قارب 100 اسمه يوسف بن التاشفين، كان يلبس الصوف في هذه الرحلة وهو دائما كذلك، ويأكل خبز الشعير في تلك المعركة وهو دائما كذلك، وكان يقول: احزموني بالحبال على فرسي، لأنه من فرط هرمه لا يستطيع الثبات عليه، حتى أكون أول من أقاتل وأدخن في العدو. وكان يطلب الشهادة ويتعرض لها بعد عمر طويل حكم فيه من مراكش، منطقة تؤوي اليوم أكثر من 30 دولة، وكان له 500,000 جندي، وكان يبيت ساجدا ويظل ساغبا صائما، وكان لا يستمع إلا لفقيه، ولا يطيع إلا عالما، ولا يخضع إلا لشرع الله. إن هذا هو المغرب الذي لا ينسون، هذا هو المغرب الذي أبدا يذكرون، هذا المغرب الذي يخافون ويحاذرون أن يعود. الله أكبر من جديد. وحقدهم على هذا المغرب وصراعهم مع هذا المغرب وحسابهم الذي يريدون أن يصفوه مع هذا المغرب، ويقولون: من نضمن ومن يضمن لنا ألا يقوم يوسف بن تاشفين جديد؟ كما يقول الصليبيون اليوم في الشرق والصهاينة: كيف نضمن ألا يقوم صلاح الدين جديد؟ ولقد قاموا جميعا مثل عنقاء الغول من الرماد، قاموا من صفر. كان المغرب منهارا وممزقا وضائعا ومتخلفا عندما قام يوسف بن التاشفين، وكذلك كان الشرق مهانا ومحتلا بالحملات الصليبية ومذبوحا أكثر مما هو اليوم عندما قام صلاح الدين الأيوبي. لا ينسى الشرق أبدا أن صلاح الدين الأيوبي فتح حطين ومعه كتيبة مغربية كبيرة ضاربة أرسلها إليه الموحدون. لا ينسون أبدا أن التاريخ يعيد نفسه، وأن النظام المغربي حتى في مرحلة الاستعمار والانحطاط والتبعية أرسل مرغما أو راضيا تجريدة عسكرية هناك إلى أرض الشام، وأن للمغاربة هناك آثارا وقبورا هناك في
منطقة سوريا المتنازع عليها، منطقة الجولان. إنهم يعلمون أننا رغم كل الهوان والذلة والجهالة والعلمنة والتحديث والتغريب والفرنسة والضياع والانحراف والسيدة مسلمون في العمق، وسنبقى مسلمين، وسيأتي يوم ما ينهض هذا الدين من رمال كما نهض عدة مرات. ولهذا حسابهم مع المغرب وحساب مع هذا العمق الحضاري والثقافي للمغرب.